إذًا مشكلتنا كسوريين وسوريات لم تعد محصورة بهؤلاء الإرهابيين القتلة المأجورين والتكفيريين، لا، بل بما خلفوه من يعني لقطاء وأطفال زنا وأطفال سفاح وولادات غير شرعية وولادات مجهولة مواليد مجهولي النسب يعني. هذه مشكلة عويصة، وسوريا ستدفع ليس فقط ضريبة وجود الإرهابيين والمقاتلين الأجانب، بل ضريبة آه، أولادهم أيضا يعني. ومعروف أن سوريا يعني في هذه السنوات العشر كانت مكب لكل النفايات التكفيرية والإرهابية. آه، عشرات الألوف من المقاتلين أتوا، منهم من قتل، منهم من هرب، منهم من أسر، منهم من استسلم، ومنهم من هم حاليا موجودين في السلطة الانتقالية المؤقتة التي يخشى أن تصبح آبدة. إذا هذه السلطة أصبحت آبدة، فإن المقاتلين الأجانب الذين قتلوا وفظعوا واغتصبوا النساء السوريات سيصبحون قادة آبدين لسوريا والسوريين. يعني التحوط لهذه المشكلة وإثارتها ليس ربما البعض يعني من السذج والبسطاء يعني يفسرون الأمر على أنه خطاب كراهية وضد العرب وضد المسلمين وضد الدولة، من هالكلام السخيف والتافه. لا، الموضوع خطير جدا، يعني خطير للغاية، لا يمكن حله بتحريجات وتخريجات موسى العمر وآخرين من أزلام وأبواق هذه السلطة. على سيرة مجهولي النسب، سؤال أخير يعني في ختام هذا الموضوع أطرحه على الذين يلتمسون الأعذار لهذا النظام بطريقة أو بأخرى على حد قول حمزة مصطفى. شو أخبار زوجات فخامة الرئيس الانتقالي المؤقت؟ معروف أنه يعني هنالك ضراير للطيف الدروبي. شو أخبار الضراير؟ يعني هي مش ضرة واحدة، كمان يعني ضراير. آه، يا السوريين والسوريات شغوفين بمعرفة أخبار يعني في سوريا وحدها، أنه مش السيدة الأولى، لا، في السيدة الأولى رقم واحد، السيدة الأولى رقم اثنين، السيدة الأولى رقم ثلاثة، زوجات أبو محمد الجولاني أحمد الشرح حاليا. يعني شو أخبارهم؟ شو أخبار أولادهم؟ بدنا نكحل عيوننا برؤية آه، ذرية فخامة رئيسنا المفدى وزوجاته، مثل ما عم نشوف ونكحل عيوننا ونكحل أذانينا بسماع صوت وخطابات ونشاطات السيدة الأولى لطيفة الدروبي، الله يستر عليها يعني. مع كامل التحية والتقدير لكل النساء السوريات، منهم يعني السيدة لطيفة الدروبي. بدنا نعرف يعني، وهذا حق السيدة دروبي وحق السوريين أنه يعرفوا الزوجات الأخريات للرئيس الانتقالي المؤقت أحمد الشرع. يعني مش بس يعني هو يعني قياديي جبهة النصرة السابقين، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وكل أكيد لهم يعني مجموعة من الزيجات والعوائل والذرية الصالحة المنتشرة على الأراضي السورية. من حق السوريين التعرف على هؤلاء. عدا عن ذلك ملك اليمين. يعني أليس من حق السوريين أن يعرفوا عدد
ما ملكت أيمان الرئيس السوري أبو محمد الجولاني من حقهم أن يعرفوا ويتعظوا من هذه السيرة العطرة الحسنة يعني لفخامة رئيسهم الانتقالي أحمد الشرع. إذا مشكلة السوريين ليست فقط في المقاتلين الأجانب، بل مفرزات واشتقاقات هذه المشكلة وتجاوزها إلى مشاكل أخرى، ومشكلة مجهولي النسب، أطفال هؤلاء المقاتلين الأجانب الذين ابتلت سوريا بهم وبأطفالهم حاليا ولاحقا.